نوتنغهام فورست بيقدم هدية لأرسنال وبيتعادل مع ليفربول 1-1 عشان يعطلهم ويوقع منهم نقطتين. طبعا هي لازم يبقى اسمها هدية، عشان يبقى اسمها هدية يبقى لازم أرسنال يكسب توتنهام بكرة ويستغل الهدية دي علشان نكسب ويبقى الفرق بيننا وبين ليفربول 4 نقط، طبعا مع العلم ان ليفربول عندهم لسه اي ماتش متأجل. وسبحان الله دلوقتي الكورنرز بقت حلوة جدا، وبقى عادي ان احنا نستخدم الكورنرز ونجيب منهم اجوان، اللي هي اصلا مش حاجة تعيب اي فرقة ولا حاجة تخلي اي فرقة عيب فيها انها تستغل الست بيسز والكورنرز انها تدخل منها جوان وتعمل خطة وتسحم على حارس مرمى الفريق التاني وتعمل زحمه في المنطقه عشان تجيب جون. انما لما ارسنال يعمل كده بس يبقى فريق الكورنرز وفريق ستوك سيتي والفريق اللي ما بيعرفش يجيب جوان من اللعب مفتوح. انا شايف ليفربول بقى لهم كذا ماتش بيستخدموا نفس الاستراتيجي بتاعت ارسنال، اللي هو ايه، اطلع الاول على البعيده بعدين فجاه اجري ويبقى في 2 لعيبه عاملين زحمه على حارس فريق الخصم، اللي هو نفس الاستراتيجي اللي ايه نيكلاس جوفر كان بيعملها مع ارسنال. دلوقتي ليفربول بيطبقوها وبيجيبوا جوان من كورنر. الجون اللي جوتا جابه اللي هو ايه، جاب لهم التعادل. فانا مش فاهم كان فيها ايه عموما لما ارسنال كان بيعمل كده، ومش شايف ان فيها حاجه ان ليفربول يعمل كده. بالعكس انا شايف ان لو في فكره ناجحه او استراتيجي ناجحه في الكورنرز كل الفرق تطبقها عادي، انما مش عيب، مش حاجه تعيب اي فرقه لو هي بتعرف تستغل اللعيبه بتاعتها واللعيبه الطوال وتعمل خطه انها تجيب منها جوان في الكورنرز. ما علينا، المهم يا رب ارسنال بكره يعرف نكسب توتنهام ونستغل. يعني نفسي مره فريق يديلنا اي هديه او يديلنا اي فرصه ونستغلها. المره اللي فاتت يونايتد لما تعادلوا مع ليفربول كنا احنا متعادلين اوريدي مع برايتون